من يلصق باسم الفريق ناصر الغنام قضية وفاة 2 من الطلاب في الكلية العسكرية الرابعة، وهذا الموضوع يعني لا يمت بصلة إلى الفريق ناصر الغنام لا من قريب ولا من بعيد، وراح نتطرق له ونحكي به بتفاصيله هذا الموضوع، ويتم إقالة الفريق ناصر الغنام وإحالته إلى التحقيق. هذا الموضوع يعني موضوع يعني تجني كبير على فريق ناصر الغنام. أنا كنت مؤهل لإشغال منصب قائد القوات البرية أو معاون رئيس أركان الجيش. طلع اسمك شو؟ نعم. طلع فبالتالي بالتسريبات كان اسمك نعم. معاون رئيس أركان الجيش قائد القوى البرية. نعم، فيستغل هذا الموضوع لإقالة الفريق ناصر غنام، وأني ما لي دخل وأحال إلى الأمرة. هذا الموضوع ما يتقبله ناصر الغنام، أنا ما أقبل على نفسي أنه أكون بالأمرة. طيب. لهذا من يغلق الطريق بوجه ناصر الغنام بالمؤسسة العسكرية، اكو طرق اخرى يكفلها الدستور لناصر الغنام انه يقدر يخدم المؤسسه العسكريه اللي حبيتها وعشقتها، واقدر اخدم بها اهلي وناسي في يعني بغداد. لهذا انا اعلن للعراقيين انه انا اكمل مسيرتي من خلال ترشيحي بالبرلمان ممثلا عن محافظه بغداد، وراح احمل معي ان شاء الله هموم ومطالب ومظالم اخواني من منتسبي المؤسسه العسكريه ومن العراقيين، وان شاء الله ساكون قادر على يعني تلبيه طموحاتهم ان شاء الله اذا الله وفقني.